السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الأحداث التي وقعت في مباراة الجزائر الأخيرة في الشان والتصفير على أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح مجر أول عربي يتوج بدوري الأبطال الأوروبي رفقة بورتو البرتغالي، خرج اليوم بتصريح في وسائل التواصل الاجتماعي يهز الجزائريين جميعا، حيث قال: أنا دائما ما كنت أحب بلدي وأشجع المنتخب الوطني الجزائري، لكن ما شاهدته اليوم في الملعب من تصفير واستهجان هذا لا يشرفني أنا كجزائري ولا كلاعب سابق. صحيح أن هناك من لا يحبني عندما كنت مدربا للمنتخب الوطني، لكن أنا لم أكن سيئا ودوما أحب الخير لبلدي، والآن أنا لست مدربا ولا أي شيء، لكن ما شاهدته هناك في الملعب جعلني أتحسر على وضعي هنا، وعلى ما إذا كنت في المغرب فهل سوف يعاملوني بهكذا طريقة؟ أكيد لا. في المغرب يعاملون اللاعبين السابقين باحترام شديد، لأن اللاعبين هم من يقاتلون لكتابة التاريخ في كرة القدم، والآن أنا أعتذر لكل شخص أسأت إليه، ولم أكن أظن أنني سأصل لهذه المرحلة من الكره من الجميع. ويذكر أن حفيظ الدراجي أيضا خرج بتدوينة يدافع فيها عن الجماهير التي صفرت على رابح مجر، حيث قال أن الجماهير التي صفرت لازم أننا نحترمها، لأنها صفرت على ماجرى المدرب وليس ماجرى الشخص. فهل يلجأ رابح مجر إلى المغرب والاشتغال هناك كمدرب على غرار المدربين الجزائريين السابقين والابتعاد عن الجزائر التي أساءت إليه؟ ويذكر أن فوزي لقجع دائما ما كان مرحبا بالإخوة الجزائريين في المغرب والاشتغال بكل أريحية واحترافية. وفي الأخير مشاهدينا الكرام، لا تبخلوا علينا بآرائكم في تصريح رابح مجر الأخير، وكذلك الاشتراك في القناة، وشكرا.